ويعطى كل إنسان حظه على قدر يقينه، على قدر يقينه يعطى. قال الإمام الزركشي رحمه الله في البرهان إن امرأة قال لها أحد أحفادها إن سقف البيت يكاد أن يسقط، فكتبت ورقة وأعطته إياها وقالت له ضعها في ثقب السقف، فأخذ الفتى الورقة دون أن يقرأها ووضعها في ثقب السقف. مكث السقف على حاله يكاد أن يسقط ولم يسقط 20 سنة. قال الفتى ثم ماتت العجوز، فلما ماتت العجوز أردت أن أعرف ماذا كتب، فلما أخذت الورقة من ثقب السقف سقط السقف، ثم قرأت ما فيها فإذا قد كتبت فيها اللهم إنك قلت إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا اللهم أمسك علينا السقف. فأمسك الله السقف 20 عاما ليقينها بربها. وليس كل أحد يقرأ القرآن يبلغ هذه المنزلة في اليقين، لكن الإنسان لا يجعل أحدا يسبقه إلى الله.